ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. تعالوا اقول لكم كده، لو عايزين تعملوا صينية جميلة تشرفكم في عزومة رمضان هقولك تعملي ايه. اول صنف فيها كده انا هعمل حمام. حطيت الجريل على النار ونزلت عليه بمعلقة سمنة وشوية زيت. الزيت عشان يفلفل معاكي الرز كده. هحط عليه بقى الكبد والقوانص بتاعة الحمام وهدبلها بس كده، مش عايزة اضغط عليها عشان ما تنشفش. انا عايزاها بس تبقى المسام بتاعتها مقفولة والتانية طرية. بعد كده هنزل عليها بمعلقتين بصل، وبرضو هاخدها تشويحة كده، اوعي تحمريها خالص. هرش عليها بقى رشة فلفل اسود، واكون غسلة الرز بتاعي هنزله عليها كده. وهرش رشة ملح. الحمامة بتاخد شوية قد كف قد يعني رز في كف ايدك، بس كده تعايري في كف ايدك شوية رز. بعد كده بقى هشوحه كله في قلب بعضه كده، وهجيب مج مية سخنة واحطه عليها لحد ما تتشربه وخلاص. انا مش بسويه، انا بس هخلي المج المية ده الرز يشربه وبس. بعد كده بطفي عليه وبخليه يبرد شوية، وهنزل عليه بقى بمغرفتين كبار كده بصل، واحط عليه شوية كمون وفلفل اسود وملح، واحط عليه مرق الدجاج فوري. تقدري تستغني عنها بس هي بتظبط الطعم. كمان ما تنسيش الملح بتاعك. هقلبه في قلب بعضه بقى كده وهيبقى جاهز معايا. سيبته يبرد شويه بس عشان ايدي كده. وهجيب الحمام تكتفي حتى ورا كده، واحشيها من فوق احسن. يعني لو حشيتيها من تحت الرز يقع منها، واحتمال يعني لا قدر الله انها تفرقع في الميه او كده. بحشيها كلها اهوت، وحاولي ان انتي ما تملهاش على اخرها علشان ما تبقاش تفرقع. ودخلي بقى في الجناب كده، واسحبي الرز ناحية الرقبة كده، عشان تبقى رقبتها طويلة وشكلها كويس. كتفيها بقى كده وكملي بقية المكيال بتاعك يعني بقى. بقيت كل الكمية اللي معاكي. خلصتها وركنتها على جنب كده، وكنت حاطة المية بتاعتها بتغلي. دلوقتي هعمل تاني صنف اللي هو الممبار. انا هعمله النهاردة ني في ني. هحط الرز واحط عليه البصل واحط عليه الطماطم متقطعة مكعبات زي السلطة كده، وكيس صلصة من اللي انا كنت مفرزاه. وهحط الخضرة بقى واحط البهارات بتاعته، عبارة عن ملح وفلفل وكمون وكزبرة ومرق الدجاج فورية، وكمان بابريكا وشطة بتخليه طعمه حلو كده يعني. هقلبه كله في قلب بعضه كده. ولو عاوزة تعمليه مسبك مفيش اي مشكلة، حطي الحلة على النار، حطي فيها سمنة وزيت، وانزلي عليها بالبصل يتدبل، وبعدين حطي الصلصة بتاعتك او الطماطم يعني، ومعلقة صلصة لحد ما تسبك معاكي. بس كده. لكن انا عملته ني في ني النهاردة. بعد ما قلبته كله في قلب بعضه كده علشان ريحته تطلع ويندمج كله في بعضه، حطيت بقى السمنة بتاعتي هيت والزيت. خلاص بقى الروايح هنا كانت فظيعة جميلة. جبت الممبار بقى، قطعي التقطيع اللي تعجبك، سواء صغير قوي او كبير اللي يعجبك. بحشيه بقى من يمة واحدة كده، وحاولي ان انتي برضو ما تمليهاش على خيرها، علشان تدي فرصة للرز يستوي وفي نفس الوقت ما يفرقعش معاكي. مليتها هو بقى وخليها مبططة زي ما بقولك كده. ده اللي انا بحبها يعني. بصي هي لسه طبعا هتكش في المية يعني، دي كده مش طويلة قوي، فهي لسه اما تنزل في الشوربة هتكش وهتبقى الصباع اصغر من كده يعني. فعلشان كده بقولك ما تمليهوش اهوت. برضو خلصت الكمية بحالها وركنتها على جنب، وكنت حاطة بقى حلة الحمام اللي انا نصقت فيها الحمام، والحلة بتاع الممبار. احط فيها كده بقى معلقة بصل وشوية ورق لوري وحبهان وشوية فلفل اسود وكده، وهنزل بالحمام. ما تكونش الحلة ضيقة عليه علشان ما يتزنقش في بعضه يعني ويفرقع. وهحط مكعب مرق الدجاج اختياري. بعد كده بقى يعني الملح ببقى احطه بعد ما يعني غلوتين تلاتة كده. هسيبها بقى على جنب، واول ما تغلي اوطي عليها النار وسط كده. دي حلة الممبار اهي، برضو حطيت فيها ورق لوري وحبهان وفلفل اسود وشوية بصل. وهنزل عليها بالممبار بتاعي. برضو لما يغلي وطي عليه وسط كده وسيبيه. هنا بقى هعمل تالت صنف ايه، ديت كفتة انا كنت عاملاها معاكم في تفريزات رمضان. هحطها هو بقى، جبت الصينية حطيت فيها شوية زيت، وهرصها وهدخلها الفرن على درجة حرارة 200. بس هستنى اما اعمل معاها رابع صنف. رابع صنف هيبقى ايه؟ هيبقى شيش طاووق، برضو كنت عاملاه معاكم في التفريزات.
هجيب الصينية احط فيها شوية زيت كده وهرص عيدان الشيش طاووق، وزي ما بقول لكم كنت معلية النار على درجة حرارة 200، وهحطهم هما الاتنين على الشبكة اللي في النص يستووا مع بعض. كده بعملنا ايه 4 اصناف. شكلها جميل اهو. لو كنتوا عايزين تعرفوا يعني انا عاملاهم ازاي بطريقة سهلة جدا، الفيديو اللي قبل ده. بعد كده هعمل خامس صنف اللي هو الرز البسمتي. هعمل ايه بقى، احط الحلة واحط فيها شوية زيت وسمنة، وهنزل عليها ببصلة كده متخرطة ناعم، هدبلها، وبعدين هنزل عليها بالبهارات. هنزل عليها بليمونتين لومي، وهنزل عليها بمرقة فورية، وكمان حبهان وعود قرنفل، لا يا ربي عود قرفة، عود قرفة، وبعدين هنزل عليه كركم وكاري. هدبلهم بقى في قلب بعض كده، ومرق الدجاج كمان هخليهم بقى يتشوحوا مع بعض كده، وهنزل بالرز. برضو قلب الرز كده على نار عالية لحد ما يتغلف بالبهارات وبالكركم، وريحته تطلع كده تبقى حلوة معاكي. هكون بقى غالية مية معايا كده في الكتل وهنزل على الرز. يكون مش زي الرز المصري بقى، يعني بيبقى الزيادة بتاعته، المية بتاعته بتبقى زيادة شوية يعني. هسيبها اهوت، ولما يغلي هوطي عليه. خلاص بقى هنا كنت حاطة سمنة على زيت في قلب الصينية علشان احمر الحمام، كان استوى معايا هو والممبار. ورجعت للرز تاني بعد ما اتشرب، كنت محمرة شوية زبيب وسوداني، واول ما الرز يتشرب كده انزلي عليه عشان يعني ياخد طعم بعضه. انا بحب احطه معاه كده مش في الاخر يعني عشان يبقى نفس الطعم. خلاص كنت محمراه بمعلقه سمنه. وما تكونيش معليه النار عليهم لان انا مش عايزه احمره، انا عايزه بس يتدبل كده. بعد كده بقى شلت الحمام اهوت وحطيت مكانه الممبار، وخدوا بالكم علشان الزيت بيبقى بيفرقع كده، فانا ببقى غطيه بورق فويل وانا بعمل. خلاص كل حاجة خلصت معايا اهيت. الرز بصراحة مش عايزة اقول لكم كان لونه خطير عن يعني ما انتوا شايفينه كده كمان. والله العظيم لونه كان فاتح وجميل وطعمه جميل قوي. انا دايما بتعمد ان انا اطبخ بطرق بسيطة وسهلة، وتكون امكانيات موجودة في البيت من بهارات او من اي حاجة علشان اسهل عليكم، وبالذات للبنات المبتدئة او البنات اللي متجوزة جديد او البنات الصغيرة اللي بتتعلم الطبخ يعني. خلاص خلصت كل حاجة اهوت، ورصيتها بشكل حلو كده، ورش عليها رشة خضرة، وبألف هنا. جميلة قوي، تقدري تعمليها في عزومات رمضان او تعمليها في اي وقت تشرفك، وجميلة جدا. عايزاكم بقى لو عجبكم الفيديو تشجعوني كده باشتراك وبلايك وبكومنت حلو منكم، واللي عنده اي طريقة عايز يقولها مختلفة يقولها نعملها مع بعض. كل سنة وانتم طيبين.